السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بطاقة مهمة خلال موسم الحج المقبل. هذه البطاقة تسمى بالبطاقة الذكية التي يجب على الحاج أو الحاجة أن يتوفر عليها. في هذا الفيديو إن شاء الله سأذكر لكم كيفية الحصول على هذه البطاقة وكذلك مميزاتها وأهدافها. إذن تابعوا معنا هذا الفيديو للأخير، ورجاء لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد أخبار العمرة والحج، وجزاكم الله خيرا. يبحث العديد من حجاج بيت الله الحرام هذا العام عن الطريقة والكيفية التي يحصلون بها على بطاقة الحج الذكية، وجاء ذلك عقب إعلان المملكة اعتماد استخدام هذه البطاقة خلال موسم الحج المقبل. ومما لا شك فيه أن فريضة الحج هي من أعظم الفرائض التي يجب على المسلمين تأديتها إذا توفر شرط الاستطاعة. إذن سأذكر لكم كيفية الحصول على هذه البطاقة الذكية. إذن بطاقة الحج الذكية هي إحدى الوسائل التي قامت حكومة المملكة بابتكارها لمساعدة الحجاج خلال فترة الحج، بحيث تحتوي على أهم المعلومات الشخصية الخاصة بكل حاج أو حاجة. أما عن طريقة الحصول عليها فيمكن ذلك بسهولة ويسر، ولكن باتباع الخطوات التالية. في بادئ الأمر ينبغي الدخول للموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة، ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية كتابة رقم السجل المدني للحاج وتاريخ الميلاد، ثم ثالثا النقر على زر إصدار تصريح الحج. بعد الانتهاء من البطاقة يظهر إشعار يتم إرساله إلى المستخدم أو المقبل على الحج يشير إلى أنه قد تم الحصول على البطاقة الذكية للحج. أما عن مزايا بطاقة الحج الذكية وأهدافها التي صنعت خصيصا لأجلها، وهو تنظيم عملية الحج وتوفير الأمن والراحة للحجاج. تشتمل هذه البطاقات على أهم المعلومات الخاصة بالحج وقد يحتاج إليها في حالات الطوارئ، مثل الاسم والمعلومات الصحية ومكتب الخدمة التي يتبع له. تساعد البطاقة جميع الحجاج على معرفة مكان السكن، والذي يختلف بسبب أداء شعائر الحج ما بين مكة والمدينة. يمكنها التحكم بكافة المرافق بالمخيمات من حيث الدخول والخروج، وإلى جانب سهولة الخطوات المتعلقة بطريقة أو كيفية الحصول على بطاقة الحج الذكية، فإن السلطات التابعة لوزارة الحج والعمرة قد صممت نظاما خاصا مرتبطا بألوان البطاقة، وكل لون يرتبط بشكل رئيسي بالمجموعة التي ينتمي إليها الحاج أو المعتمر. ويتم تصميم هذه البطاقات بألوان مختلفة، وهي الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق. وتقوم السلطات برسم مسارات محددة للحجاج وتلوينها بالألوان الأربعة السابقة ذكرها، بحيث يكون على كل مجموعة أن تسير في المسار المخصص للون البطاقة التي يحملها أصحابها. وتتجلى أهمية نظام الألوان في تحديد عبارات السير للحجاج، بحيث يتم الحد من ظاهرة الازدحام التي تتكرر باستمرار في كل مواسم الحج. فالقضاء على الازدحام هو أحد أهم أهداف السلطات، حيث
يسفر في كثير من الأحيان عن حالات الاختناق والتدافع التي قد تصل أحيانا إلى حدوث وفيات بين صفوف الحجاج. إلى هنا أقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعة، وأدعوكم رجاء لا تنسونا من صالح الدعاء إذا كتب لكم الله الحج أو العمرة.